زمن قلي البطاطس ده خلاص خلص وانتهى. احنا دلوقتي زمن التوفير، وتوفير خصوصا بقى توفير الزيت. النهارده هنعمل فكرة جديدة للبطاطس بدون ما نقليها خالص وبدون زيت خالص. تابعوا معايا الفيديو للاخر، ولو شايفين ان انتوا هتستفادوا دعموني بلايك ونبدأ مع بعض ونقول بسم الله. معايا وحدتين من البطاطس، اي نوع بطاطس بقى. يعني ساعات كده بيبقى في وقت من الاوقات بيبقى البطاطس اللي هي ما بتتقليش او ما بتتحمرش دي خالص، فاحنا هنا مش ملزمين بنوع معين، اي نوع هتلاقيه هتقدري ان انت تستخدميه معايا النهارده. هنجيب وحدتين وهنقشرهم لصوابع وهننقعهم في الميه ديت. كل ما الميه تلاقيها لونها كده غير شويه تبدلي الميه لحد لما البطاطس تفقد النشا اللي فيها. بعد كده بجيب الكبه بتاعتنا، والمناسبه هنا ممكن نستخدم كمان الخلاط. بضيف شويه بهارات عباره عن فلفل اسود، كمون، ملح، بابريكا، وكمان بضيف نعناع جاف، والنعناع هنا مهم جدا لوصفتنا. هضيف ليهم كمان 4 معالق كبار من الزيت. وهجيب البطاطس بتاعتنا دي بعد ما صفيناها وجففناها كويس جدا، هنضيفها في الكبة بتاعتنا، وعليهم عليهم كوباية كبيرة من الحليب. هضيف عليهم كمان عدد 2 بيضة. انا هنا ضفت 2 لان البيض اللي عندي ده بيض بلدي صغير، اما انت لو هتضيفي مثلا بيض احمر او بيض ابيض يبقى هتضيفي بيضة واحدة بس كفاية قوي. هنضربهم كويس جدا لحد لما هنا البطاطس تختفي معانا ومبقلهاش اي اثر يا جماعه. بعد كده هجيب شويه خضر اللي هو شبت وبقدونس وكزبره، واضيف عليهم خليط البطاطس دوت، وعليهم كوبايه من الدقيق. وابتدي بقى في الوقت دوت ان انا اقلب كل الخليط الحلو ده مع بعضه لحد لما يبقى خليط ولا هو متماسك قوي ولا هو سايل قوي، يبقى زي ما انتوا شايفين معايا كده وسط. عايزه اقول لكم على حاجه كمان بالمناسبه، لما تيجوا مثلا تتفرجوا على وصفه جديده اول مره تشوفوها، يا ريت لما نعمل حاجه نعملها على القد، يعني نجرب نص مقدار الوصفه، لان وارد جدا ان الوصفه تعجبنا او ما تعجبناش، لان انتوا زي ما انتوا عارفين ان الاكل ده اذواق. انا قلت بس اعرفكم اللي انا بعمله في حياتي عموما. يعني لما بشوف حاجه جديده ببتدي ان انا اجرب مقدار صغير علشان ما ازعلش من مثلا لو المقدار طلع مش حلو او الوصفه ما عجبتنيش، فما اقدرش ان انا ازعل. مش معنى كده ان وصفتنا وحشه لا قدر الله، بس انا قلت اقول لكم انا بعمل بعد كده بقى بتجيبي عندك طاسه بتعملي لها طبقه بسيطه جدا من الزيت، وبتبتدي ان انت تنزلي بكميه بسيطه من خليط البطاطس اللي معانا دوت. وعملتي هنا معايا شبه الكريب كده، شويه كريب البطاطس. في الوقت دوت بتخلصي الكميه كلها، وهي الحقيقه ما بتاخدش وقت على النار. النار هنا بتبقى متوسطه في التسويه. اول لما تبقبق معاكي كده تروحي قلبها على الوش التاني، هتطلع معاكي بالشكل ده. هنا بقى احنا ممكن نعمل افكار كتير قوي. يعني ممكن نحشيها مثلا حشوة فراخ، ممكن نحشيها لحمة مفرومة مع الصاجة، ممكن نحشيها جبنة زي ما انا عملت وناكلها بالجبنة كده سندوتشات زي السندوتشات، ورشة بابريكا ورشة شطة زي ما تحبوا. انا كده قدمت لكم الوصفة النهاردة، انتوا بقى تقدروا تختاروا الطريقة اللي تحبوا تاكلوها بيها. لو عجبكم فيديو النهاردة دعموني بلايك كتير وشير كتير. هستنى دايما كومنتاتكم الحلوة اللي زيكم، وكمان هستناكم تيجوا تنوروني عندي في قناتي على اليوتيوب باسم مطبخ نشوة. بحبكم جدا جدا، اشوفكم بكرة ان شاء الله في وصفة جديدة وفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.